كيكتنا اليوم مميزة، كيكة قديمة، كيكة تقليدية اللي تربينا عليها نحن وصغار، بنسميها كيكة الطيبين اللي كانوا يعملوها أمهاتنا وستاتنا. عم بستخدم 4 بيضات بحرارة الغرفة، وهضيف عليهم ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة أو ذرة فانيلا بودرة. فيكن تستخدموا المخفق أو الخفاق الكهرباء أو الخفاق اليدوي. نخلطهم كتير منيح ولشوي يتغير لون البيض. وبرجع بدي ابرشلهم كمان فوق الفانيلا ابرش برش ليمون حامض، بيعطيها كمان ريحة ونكهة طيبة، وإذا في شوية زنخة بشيلهم. وهضيف عليهم كباية من السكر وبخفق كتير منيح. ضلني عم بخفق مثل ما قلتلكم، مثل ما شفتوا تغير لون البيض صار على بياض. ضفتلن كمان نص كباية من الزيت النباتي، فبنخفقه منيح ليتغير لون البيض، والسكر صار شوي على بياض أو أصفر فاتح، وضفت عليهم نص كباية من الحليب السائل. أنا عم بخفق بس عم قطش الفيديو، يعني بدكم تخفقوا لتذوب السكر ويختلطوا كل المكونات. وهلا عم ضيف كبايتين من الدقيق المنخول كمان، بضيفه شوي شوي وبخفق كتير منيح. بنضيف كمان رشة صغيرة من الملح، يعني ربع ملعقة صغيرة وملعقة كبيرة من البيكنج باودر أو ملعقتين صغار. هو عيار الكيك لكل كباية طحين ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. بخلطهم كتير منيح. وهلا شوفوا كيف صار قوام الكيك، لأنه سميك ولا إنه رخو. هيدا اللي بدنا نوصل عليه. نحضر القالب اللي بدنا نحط فيه الكيك. بدي أمره بالزبدة أو رش عليه الزبدة وأحط ملعقة صغيرة من الطحين ومرقها على الزبدة مشان ما يلزق معنا الكيك بالصينية. فيكن تستخدموا أي نوع من القوالب، ما ضروري هيدا النوع يعني أكيد. فيكن تستخدموا القوالب الألمنيوم أو التيفال أو مثل ما أنا عم بستخدم المتوفر عندكم. هلا إذا بتحبوا يكون بس على فانيلا يعني لون واحد، بتصبوا الخليط كلياته بالقالب. أما إذا بتحبوا يكون في عندكم لونين، يعني تعملوه شوكولا أو فانيلا، هنخلي شوي بالجات وهضيف عليهم ملعقتين من الكاكاو دوبته مع شوية حليب، وبخلطهم مع باقي الكيك اللي ضل بالجات. بخلطهم برجع بصبهم فوق الكيك أو قالب الكيك. فبصبهم فوق قالب الكيك بهيدي الطريقة. أو كان فيكن تعملوا شوي شوكولا شوي حليب، يعني تحطوا شوي من هيدا وشوي من هيدا، بس هيعطينا نفس الشي بيعود خشبي. هلا بعمل هيك حتى يفوت الشوكولا بقلب الحليب أو الفانيلا، يعني قالب الكيك اللي ما حطينا له لون، بيختلطوا مع بعض بيعطينا شكل حلو. بتركه كم طرقة لفضي كل الهواء الموجود بالقالب، وبحطه بفرن محمى مسبقا على الرف الوسط على حرارة 180 أو 170 درجة. هياخد تقريبا معكم من 35 ل40 دقيقة. بتأكد منه بفوت عود خشب بشوفها طلعت ناشفة، يعني بيكون استوى الكيك من جوا. برجع بدور الفرن من فوق بحمره شوي الوجه تقريبا كم دقيقة وبقلبه. شفتوا كيف لما نقلبه بكون القالب رشينه زبدة وطحين ما بلزق أبدا. جربوا هيدا الكيك، كيك كتير طيب، ما في أي مكونات زيادة أو منها متوفرة بكل بيت. طعمته كتير طيبة وشكله حلو، وأكيد هينجح معكم من أول مرة. المهم يكون الفرن عندكم منيح والقالب اللي عم تستخدموه كمان منيح، لأنه الصواني اللي بتكون كتير رقيقة هيحترق الكيك معكم وما هيستوي من جوا. فهاي هي وصفتي لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا له لايك واشتراك إذا منكم مشتركين، وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. وأكيد بتتابعوني على كل المواقع التانية باسم شيرنا. وبشوفكم بوصفة تانية وصحتين وألف عافية.